تعرض علي معلول للإصابة بعد مرور جولتين فقط من انطلاق الدوري التونسي، وسيتم عمل باقي الفحوصات لتحديد الإصابة ومدة الغياب. رابطة الأندية الأمريكية كانت أبلغت الأهلي بتسليم القسط الأول اليوم من صفقة وسام أبو علي. حتى هذه اللحظة لم يحصل على القسط الأول، والأهلي لن يرسل البطاقة الدولية للاعب إلا عند حصوله على القسط الأول من الصفقة. بن رمضان سليم تماما وشارك في ميران اليوم بشكل طبيعي. إمام عاشور شارك في جزء من التدريبات وباقي التدريبات بدنيا، وإن شاء الله في الفترة الجاية هنطمن عليه طبيا وبدنيا من خلال التأهيل. والنهاردة كان بداية مبشرة لاقتراب عودته. إيقاف محمد هاني مباراة واحدة فقط بسبب حصوله على انذارين في نفس المباراة. مروان عطية خلاص بقى في المراحل الأخيرة للتأهيل قبل المشاركة في التدريبات الجماعية. كواليس سحب أرض أكتوبر من الزمالك، إخلاء وطرد العمال. شهدت الساعات القليلة الماضية سحب وزارة الإسكان أرض فرع أكتوبر من نادي الزمالك بصورة رسمية، وذلك بسبب عدم التزام النادي بسداد المبالغ المستحقة للوزارة. تفاصيل سحب أرض أكتوبر من الزمالك: أكد مصدر مسؤول داخل نادي الزمالك أن عمال نادي الزمالك بأرض 6 أكتوبر تعرضوا لموقف محرج بطردهم من موقع عملهم. وزارة الإسكان عن طريق الوفد الذي وصل إلى أرض أكتوبر طالبوا الجميع بالخروج من مقر العمل فورا، وإلا سيتم أخذ الإجراءات القانونية معهم. وتابع حسين لبيب ومجلس إدارة الزمالك تواصلوا مع وزارة الإسكان خلال الساعات الماضية، لكنهم لم ينجحوا في الوصول لأي أمر نهائيا. ويدرس مسؤول النادي تقديم شكوى لمجلس الوزراء، خاصة وأن هناك خطاب بمد التراخيص لمدة عام وبالإضافة إلى العام الحالي. محمد صلاح على أعتاب إنجاز تاريخي جديد في الدوري الإنجليزي لم يحققه كريستيانو رونالدو. يواصل النجم المصري محمد صلاح جناح نادي ليفربول الإنجليزي رحلته نحو تحقيق إنجاز استثنائي يضاف إلى سجله الذهبي في عالم كرة القدم الأوروبية، حيث يترقب عشاقه اليوم الثلاثاء لحظة الإعلان عن الفائز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز البريمير ليج المقدمة من رابطة اللاعبين المحترفين. ويملك صلاح فرصة ذهبية لدخول التاريخ من أوسع أبوابه، إذ قد يصبح أول لاعب في تاريخ البريمير ليج يتوج بهذه الجائزة 3 مرات، وهو إنجاز لم يحققه حتى الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو الذي فاز بها مرتين فقط. وكان صلاح قد حصل على الجائزة من قبل في موسمي 2017-2018 و2021-2022، بينما ذهب اللقب في الموسم الماضي إلى فيل فودن نجم مانشستر سيتي. ومع الأداء الكبير الذي يقدمه صلاح فإن حظوظه هذا العام تبدو قوية في التتويج مجددا. النجم المصري أنهى الموسم الماضي متألقا بعدما توج هدافا للبريمير ليج، وأسهم بشكل كبير في تتويج ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي. ومع بداية الموسم الجديد 2025-2026 وصل محمد صلاح تألقه بعدما قاد الريدز للفوز على بورنموث برباعية مقابل هدفين، وسجل الهدف الرابع لفريقه ليؤكد جاهزيته لمواصلة كتابة التاريخ.